تعال ميسي يعني انا ما اعرف شو احكي لكم للامانه، كيف بتشجعوه والله مش عارف. لهالدرجة هذا خفيف؟ هذا دمرت الدنيا انت. حلقة جديدة، قاعدة مع خالد وضيف القعدة اليوم الرائع جدا الأستاذ مازن. نورتني يا مازن. شو الأخبار؟ بالقلب والله تمام. شو الأخبار؟ والله أنا مبسوط إنه أنت معي اليوم، لأنه قعدتك دائما حلوة وقعدتك فيها هجوم ناري، اللي بقلبك على لسانك. بحب إنه اللي بقلبك على لسانك. أنا اليوم إن شاء الله اليوم بدنا نهدي الوضع. رح تهدي؟ أنت؟ ما حنهديه. مستحيل ما تهديه. حنهديه. مستحيل ما تهديه. حنهديه. مستحيل. بس ما تجيب لي سيرة الكورة. لا لازم كورة. لازم كورة. لازم أنا كورة بخاف اليوم. من خالد بسبب هاي الشغلة. لازم كورة. ميسي ولا رونالدو؟ رونالدو مان طبعا. برافو طبعا عليك. حبيتك بداية موفقة. يا مان شوف ميسي طلع راسه. شوف ميسي. رح نبدأ بأول فقرة أنت الحكم. أوكي. حلو. أوكي. هاي الفقرة رح أعرض لك هلأ لقطة بين ريال مدريد وبرشلونة، أوكي. وأنت تحكم لي فيها، تعتبر حالك الحكم. أوكي. حلو. أوكي. ركز فيها. سواريز ماشي والتاني فاران. هذا سواريز. شفت شو عمل؟ طبعا سواريز هون بكمسي وميسي هون بيخترق الدفاع وبيسجل هدف وتحسب الهدف. أنت شو رأيك؟ رأيي لما كنا نلعب بالحارة كان نحسبها هاي فاول. يعني لا مش صح. طبيعي. لا صح. لا والله جد. ليش مش فاول؟ غريبة. طبعا هاي الفترة معروف فيها برشلونة كان يهاجم، هلا عم يهاجم، انه هي فترة نيغريرا، وانه كان برشلونة يدفع للحكام علشان تتفادى هذه الأخطاء. جاي احكي لك كتير بيطلع على برشلونة هذا الكلام، بالذات لما كان ميسي. ولما ميسي يروح على فريق تاني نفس الشيء بيطلع عليهم هذا الكلام للفريق. ممكن من ميسي. تعال ميسي يعني انا ما اعرف شو احكي لكم للامانه، كيف بتشجعوه والله مش عارف. لهالدرجة يعني انت حتى احقيته بكأس العالم ما بتعتبره احقية؟ يمكن يعني كأس العالم ممكن نحكي اوكي، ممكن اوكي، بس كمان حكوا. بتتذكر شو حكوا؟ قالوا نفس في الكلام. أشياء. نفس الكلام. فانه طيب هل برأيك ميسي هو بس يعني هل تعترف انه ميسي لعيب؟ طبعا لعيب طبعا من الاساطير. طبعا هو من الاساطير بضل. هذا ريج بيت خفيف. عرفت ريج بيت خفيف. في هذا خفيف. هذا دمرت الدنيا انت. طيب بس منه عم نحكي على الريج بيت وعم نحكي عن ردات الفعل. شفت سبيد؟ عمل سبيد رحله حلوه، هلا صار بجنوب افريقيا، ما بعرف وين صار لحد تسجيل الحلقه. راح على مصر. تعال نبدا بالرحلات اللي عملها مصر والجزائر. اول شيء بجولته بمصر واللايف ستريم اللي عمله من هنيك. هذا الستريمر اللي يعتبر يمكن نمبر 1. شو رايك برحلته عن مصر؟ اول لايف ستريم بالاهرامات، فيعني اشي اكيد اسطوري اللي سواه. بنفس الوقت لف مصر كتير، بس صار معه بيف. انت بتعرف عن البيف؟ شو؟ مع عمرو دياب. والله شو صار؟ شلوا البث كله شاله؟ انشال. باليوتيوب انت اذا نزلت فيديو وطلعت مثلا موسيقى بهذا الفيديو، والموسيقى هاي مثلا لها كوبي رايت، صح، بحق له مثلا عمرو دياب اذا طلعت اغنيته انه يشيل الفيديو. فشال الفيديو تاع سبيد لانه اغنيته طلعت لمدة 4 ثواني. 4 ثواني؟ طيب يا سبيد 4 ثواني لعمرو دياب يعني تخنته. ومش هو اللي يعني مشغل الاغاني، كان زي بقارب وعم يرقص وهيك ومشغل الاغاني تاع القارب. وسأله كمان هل في كوبي رايت؟ قال له لا يا عم ما فيش حاجة. وبعدين اكل كوبي رايت. عرفت؟ بس هاي هي. طب شو رايك بالهجوم اللي عملوه اهل الجزائر على سبيد؟ في ناس كانت عم تلوم اهل الجزائر على الهجوم اللي عملوه على سبيد، ولكن في لقطات بينت سبيد شو عمل اهل الجزائر لحتى اخذ ردة الفعل. راح احكي لك بصراحة، انا عن جد بالبداية حكيت يا اخي ليه هيك عملوا اهل الجزائر. فكرت بس لانه مثلا شخص مشهور. حتى انا هيك توقعت. ايوه وصاروا يرموا عليه هيك انه ياخذوا اتنشن منه. بس لما شفت اللقطة تاعت سبيد، اعرضها على الشاشة بالله عليك هلا وانا قاعد بحكي. نعرضها. يا انتوا شايفين يعني شو عم يعمل. ما بتنحكى. بدي احكي بس انه ما بتنحكى الشغلة. فهاي عيب. لما يشوفوا هم واحد محطوط بجهة الفي اي بي، داخل على جهة الفي اي بي ومعاه كاميرات وهيك، اكيد الكل بده يتطلع. صح. فلما يتطلعوا يشوفوا وعامل هاي الحركة، يعني شو متوقعين يعني من ردة فعل منهم؟ اكيد راح يعملوا هيك. طبعا عيب عليك تسوي هيك. حتى لو انت سبيد عيب. انا عارف هو ما كان قصده، انا متاكد يعني مستحيل هو داخل انه انا هيك بدي اسوي. صنع الشعب الجزائري يعني ما فينك تمزح مع الشعب الجزائري ابدا. ما في مزح معه. فيمكن هو كان مش مفكر فيها بهاي الشغله، انه ممكن هيك يعملوا معي، يعملوا رده فعل. اذا كان بامريكا ولا بكندا ولا باوروبا ما اتوقع هيك يعملوا معه رده فعل، لانه سبيد
فعادي يعمل اللي بده اياه سبيد. بس عند الجزائر كلام غير. كلام غير، كلام صعب. غير تماما. كلام صعب جدا 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 فعلا. تحية كتير كبيرة لجمهور الجزائر صراحة. جمهور الجزائر من احلى واقوى الجماهير اللي فينك تعمل لهم كونتنت جدا كبير. بقناتي الاكل التوب. توب الجزائر توب عندي. شي مرة عملت لنا اكل جزائري طلع ترندنج نمبر 1 بالجزائر وقتها. طلع ترندنج. نحن في عنا هلا ترندنج اكل ايطالي. خلينا نشوف الاكل يعني الايطالي. الاكل الجزائري كان بجنن. نشوف الاكل شكرا يا ماما. ثانك يو ماما. ثانك يو ماما. يا عيني الزيتون. يا عيني الخبز. ثانك يو. يا عيني. What's the meaning of thank you in Italiano? Gracias. 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 Italiano vero. Gracias. Gracias. سباجيتي. سباجيتي. بيتزا. تعرف القصة تبع ألمانيا وإيطاليا نصف النهائي بارميجانا. ماما بيلا إشي مرتب. مرتب. أكله رهيب. دوق السلطة اللي بحكي لك القصة. نصف نهائي أوكي. كأس العالم في ألمانيا 2006. أوكي. بأرض ألمانيا. كانت اللعبة بين ألمانيا وإيطاليا. كانت الناس عم تتمسخر على إيطاليا. هي السنة اللي فازت فيها إيطاليا بكأس العالم. كل الناس وكل الملعب وكل الدنيا كانت عم يتمسخروا على الطليان وعلى اللاعبين وبيقولوا لهم إيطاليا بيتزا سباجيتي بيتزا بابروني. عم يتمسخروا عليهم. فوقت ديل بييرو طلع وقال كلياتهم عم يتمسخروا علينا إيطاليا بيتزا كذا. فنحن دخلنا المباراة ناويين نفوز. اوكي. دخلنا المباراة بروح جبارة. شو اللي صار بهي المباراة؟ شو؟ بهي المباراة كانت نتيجة تعادل لحتى آخر الدقائق. رصاصة الرحمة من ديل بييرو أعلنت فيها تأهل إيطاليا إلى النهائي لمواجهة فرنسا. وقت لما تضغط حدا بتتمسخر عليه كتير وتقلل قيمته بيطلع منه. ماكل سباجيتي بيكون قبل المباراة ميبي طلع الطاقة تاعت السباجيتي وعطاها هاي الشوطة. عرفت؟ كملت عليهم للطليان. لا يعني أكيد يا زلمة. كملت عليهم للطليان. التوب تاني بقناتي الأكل إيطالي. لا أوكي. على فكرة إيطاليا إلا يمكن شيء كأسين عالم ماضي ما طلعوا على كأس العالم وهلا يمكن ما يتأهلوا لكأس العالم. فوضعهم صعب. ليه؟ وضعهم صعب. أنا بتذكر إيطاليا كان إشي كانت واو. أيام. هذا بأيام 2014 13. آخر مرة 2014. بعد 2014 باي باي. يعني 2018 ما تأهلوا و2022 ما تأهلوا وهلا غالبا 26 غالبا يمكن ما نشوف إيطاليا بكأس العالم. لعيبتهم راحت مكان تاني. الأوايا ولا شو صار؟ الأوايا راحوا. الأساطير راحوا. أوكي. بس الإدارة طبعا صارت سيئة. هلا أنا مو فاهم شغلة. هاي الشغلة ممكن أنتوا يعني تقعدوا تحكي. قول لبين ما دوق أنا لقمة. قول. شو بتحكي؟ شو هالهبل؟ المهم بس عن جد هاي مو فاهمها. خلينا نحكي المنتخب السعودي بكأس العالم بده رونالدو يلعب معه. بيقدر يشتري؟ لا لازم يلعب مع البرتغال. ايه لأنه منتخب حسب الجنسية. يعني كل حدا وحسب جنسيته. طيب أنت بتقول لي كلهم راحوا يعني كبروا. إيطاليا يعني كبروا. أوكي. فكرت أنا راحوا نوادي تاني. لا في فرق بين النوادي والمنتخبات. النوادي هو نادي يعني بتقدر تكون في جنسيات مختلفة. أما المنتخب هو منتخب الدولة لازم يلعب الذي يحمل جنسية هذه الدولة. يعني المنتخب السعودي كله سعوديين حيكون لازم أو حدا متجنس مثلا مثل بفرنسا بيكونوا أغلبهم من المهاجرين فصاروا فرنسيين بيلعبوا عادي معهم جنسية خلاص. إبراهيم دياس مثل إسبانيا حاليا يمثل المغرب أنا معه جنسيتين فخلص ترك المنتخب الإسباني تسجل على المنتخب المغربي. حسب الجنسية اللي معك يعني. حسب جنسية يس. مو أصولك. بغض النظر عن عشان هيك أنا عم بحكي لأنه بمنتخب الإمارات بتلاقي أجانب معهم جنسية هدول. قطر فرنسا ألمانيا كل دول العالم بجنسوهم وبعدها بيلعب معهم. ما شرط حتى يجنسوهم. أي حدا بيروح للبلد وبيتجنس خلاص. امبابي حيلعب بفرنسا. هاي امبابي خلص معه جنسية فرنسية يلعب فرنسا ربح كأس العالم مع فرنسا. دان. هاي السنة كمان تأهلوا فرنسا طبعا. فرنسا. أنت من وين؟ من الأردن صح؟ فرنسا. أنت من وين؟ أردن. فلسطيني أصلي. بس عندك جواز أردني؟ عندي. الأردن بكأس العالم مبروك إن شاء الله. شفت طبعا. لا طبعاً. الأردن كفو مان. الأردن أقوياء جدا صراحة. كأس العرب. كأس العرب كيف أبدعتوا؟ والله لا عن جد. بس لو ما أكلت الجول من نص الملعب بالنهائي. بس تعبوا كتير. فريق قوي جدا. طيب راح أزرك لاعب هلا إذا بتعرفه بتكون بطل. راح أعطيك معلوماته. أوكي. أول إشي معروف ولا لا؟ معروف طبعا. أوكي. راح أعطيك لاعب معروف جدا. طيب
بسمح لك تسالني، اعطيك معلومتين اضافيات عن اللي قلتهم لو ما عرفته من معلوماتي. احكي. اوكي. انا معلومة لاعب واحدة احكي. اوكي. انا رح لك الحزوره عنه. أوكي. يعني هي اذا ما عرفته بتطلب معلومتين اضافيه. تمام. حلو تمام. حلو. انا لاعب مثير للجدل، لعبت بفرنسا وايطاليا وهولندا واسبانيا، فزت بالدوري بايطاليا وباسبانيا وبفرنسا، ولكن ما فزت بدوري ابطال اوروبا. من انا؟ عادي اسال معك مثلا هل اللاعب هيك؟ فينك تسال لسه تطلب معلومتين. اطلب معلومتين، بعطيك معلومتين من عندي. اللاعب اشقر؟ لا، اطلب معلومه اللي بدي معلومه اضافيه. بدي معلومة. اللاعب مهاجم. اطلب معلومه مهاجم. كمان اذا بدك. طب اول سؤال سالته اشقر؟ لا، ما نوع اشهر. مو اشقر. أوكي. معلومه اضافيه، هو لاعب طويل القامه مو اشقر وما نوع اشهر ومعتزل، بطل معتزل يلعب هلا. كمان. اسمه فيه لاحة عربية. طويل القامة، اسمر؟ يعني اسمراني يعتبر، بس مو اسمر يعني حنطي مثلنا. مثير للجدل، اصلع؟ لا، ما له اصلع، شعره طويل. اوكي، شعره طويل. قول اسم. ما عم يخطر ببالي شيء. ابراهيموفيتش. انا والله ما بعرف شكله حتى. والله العظيم قسما بالله ما بعرف شكله حتى. ما بتعرف ابراهيموفيتش؟ وحياة ربي نو واي. في عندك صورة؟ لحظة شوية. كات شباب. دور. لا كيف باز. اوكي. والله ما بتعرف ابراهيموفيتش؟ طيب اتس اوكي. حتى مش عارف اكتب اسمه، اقسم بالله كتبت هذا هو. استنى هي لا هذا ابراهيموفيتش اللاعب السويدي. زلاتان ابراهيموفيتش. زلاتان. اوكي هذا بعرفه. يا زلمه بعرفه. ما هو بتعرف مين زلاتان هذا معتزل. متى اعتزل هذا؟ خلص شفته بستريم مع سبيد عشان هيك بعرفه. ما تفكروا يعني. والله العظيم شفته بستريم. اعتزل خلص. باي باي خلص اعتزل. بس يعتبر مثير للجدل جدا. لا انا بعرف كثير شايف حاله. شايف حاله اوفر. بيضرب اللعيبه وكذا. بيستحق صراحه بيستحق والله. لاعب طراز عالم. وحش. ما شفت له ولا مباراة. عم بحكي هيك عشان امشي على اساس اني بفهم. طيب المهم. طيب رح اعطيك هلا تشكيله افضل لاعبين وسط. بتعرفه ولا ما بتعرف؟ بدك تقول لي مين احسن. طيب حلو، رح نبلش. توني كروس ولا انيستا؟ مين بتختار؟ انيستا. طيب انيستا ولا تشافي؟ انيستا. طب انيستا ولا تشافي الونسو؟ تشافي الونسو. تشافي الونسو ولا لامبارد؟ تشافي الونسو. تشافي الونسو ولا جيرارد؟ تشافي الونسو. تشافي الونسو ولا مودريتش؟ مودريتش ولا سيدورف؟ مودريتش ولا سكولز؟ مودريتش ولا زيدان؟ زيدان. خلص خلص ستوب. ما فينا نحكي شيء. خلص اذا حكيت مودريتش بس اختيارات انا من دون شيء هلا في عندي الهجوم من فانز ميسي. اذا حكيت مصيبه وقتها كبرى. لا بس هي صراحه انك تختار الونسو على انيستا وتشافي هي لحالها يعني اوف. هاي كمان راح هي رح تاكل عليها شغل. هي رح تاكل عليها شغل كثير 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 كبير. طيب بما انه لساتنا مكملين بهي الحلقه، بدي اقول لك مره ثانيه شو رايك بالاكل؟ ان شاء الله عجبك. لا رهيب، بس المشكله انه شبعان. كنا عم نصور حلقه قبل هاي. هلا من شوي كنا بنصور. اكلنا كثير. فيها سويت صح، بس مو عارف شو مع سمسم. فيها اشي سويت ما بعرف شو هذا. بيتش. فيها صوص حلو، فيها بردقان. وينهم؟ فيها مانجو. مش موجود. ما لهم الشيف. فيها كثير اشياء طيبه. راح ازرك هلا انفلونسر. اوكي، انه مين الاحسن ولا مين هذا؟ لازم تعرف هو مين، اجنبي ولا عربي حتى. ايوه تمام. امسك. هذا هو، لازم يعرف مين هذا الانفلونسر. اذا عبد المنعم عم يعمل هيك انا مصيبه كبرى. احط صوره اوضح عشان تفضل. شو عبود معروف؟ معروفين. أوكي. طبعا أوكي. معروفين. أوكي. اسال. عربي. مصري. لا. ساكن بدبي؟ لا. ساكن بالسعوديه؟ لا. طويل؟ طوله جيد يعني، ما انه طويل بس انه طوله طبيعي يعني. محتواه سفر؟ لا. محتواه كوره؟ لا.
يا عمي كل واحد بيجي ببالي بيقول لي بطل لا. يعرف. يوتيوبر. يوتيوبر. يوتيوبر اكبر اشي يوتيوب. يس. يس. لبناني. لا. اردني. لا. قربت. لا تساعده. اوكي. سوري. 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 محتوى كورة. لا. محتوى فلوجز. يعني في فلوجز طبعا. كومنتري. سكرت. لا ولا كومنتري. ولا كومنتري. سوري حكيت لي سوري. والله مو ساكن سهلت بدبي لي. ومو ساكن بسوريا. لا مستحيل. مستحيل. ما في يوتيوب عندهم. هلا رجع جديد. حرام. رجع سوريين برو اتس اوكي يعني. اكبر شيء يوتيوب عنده فوق ال 10 مليون. يس اي ثينك. يس. ساكن باوروبا، ساكن بامريكا. يس بامريكا. محتواه يورجي الثقافه الامريكيه وهيك، ولا من زمان ساكن بامريكا يعني؟ لا هو كان هنا من زمان مسافر امريكا وقاعد بامريكا. نحي يا زلمه. انا سو اصاله. شو يا زلمه وين بدي اضرب لك اياها اكثر؟ مين في غيرهم سوريين بامريكا فوق ال 10 مليون؟ برو اقسم بالله ما بعرف انهم بامريكا. انا بعرف حولوا محتواهم اجنبي، ما بتابعهم يعني، بس على راسي حبيبي اذا عم بتشوف. على راسي. بس والله ما بعرفك. ما في غيرهم اكثر من 10 مليون جداً. وسوريين وبامريكا. اسف جدا بس والله ما سامحنا. بعرفك. انا بعرف بس الاشي الوحيد عنه انه حول محتواه من عربي لانجليزي. كفو عليه. عنده لانه قناتين. الار بي ام والسي بي ام عند الاجانب. ما واضح شفت انك زعلان الفيديو ابدا. شفت الفيديو يلي واحد جايب 200 ألف مشاهدة عنا، وكم طلعوا وجاب 200 ألف مشاهدة عند الأجانب اللي حاضرين. ضرب 5 يمكن صح؟ ضرب 8. ضرب 8. 1500 مطلع كان من الفيديو يمكن اللي تاع الأجانب. 200 ألف مشاهدة عند العرب 200 مطلع يمكن. 150 دولار 150 دولار. 180 هيك. السي بي ام والار بي ام عندنا ضعيف جدا. كتير ضعيف جدا 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 ضعيف. وليش؟ لانه لسه الشركات مو مقتنعين بانه يحطوا اعلاناتهم باليوتيوب. صح. فما بتلاقي كتير شركات عم بتضخ باليوتيوب الادفرتايزمنتس هالامور. بس عند الاجانب الكل كل على اليوتيوب. كله على اليوتيوب، السوشيال ميديا، تيك توك. حتى التيك توك قد عندهم بطلع من يوتيوب؟ بطلع تقريبا شيء بتحكي مليون عادي؟ 700 يا زلمه. لا طبعا هذا رح يحكي على طول. انا انت رح يقول لا ما بس يعني اي حدا بيقدر بيشوف. على فكره في هاي بتاعت عرفتوا الموقع احصائيات بتقدر تشوف. اي الناس. انسان بيقدر علم يشوف. الناس خليك بتفوت على سوشيال بليد، اسمه سوشيال بليد، بتكتب اسمي بتعرف كم بطلع. بس هيك حط الوسط، الرقم الوسط عندنا احنا هذا بالامارات. والله يعني هو بيحطه مثلا من 3000 دولار ل 150 الف دولار. حط الرقم الوسط بيطلع لك. اوف. يعني خلص صرتوا بتعرفوا قديش بيطلع الاستاذ مازن، لانه اليوم هو عازمنا بماما بيلا. شكرا على العزيمه حلوه صراحه يعني والله اكل جبار. سلطه بيتش. الامور طيبه وبرتقال. الامور طيبه. طيب مين رح يفوز بكاس العالم القادم برايك؟ مش عارف ليه بس شو انت سمعت رونالدو شو حكى؟ شو حكى؟ على شغله الكاس العالم. شو قال؟ مش عارف لو كان بس كتب واحد كاتبها. المهم انه على اساس انه بده يفوز كاس العالم عشان وبعدها يعتزل. ما بعرف لو هو جد هيك حكى ولا لا. ممكن. بس بحس حيشد حيله. انت شايف اخر فتره كيف لعبه؟ طبعا شايف كيف جبار. يا اخي مش طبيعي. وبعدين تصور مع ترامب وراح مع ترامب وقعد مع ترامب بالوايت هاوس هو كان رئيس ومرته. الفيفا موجود. فممكن يكون في لعبه جديده زي كيف خلف اللعبه الكواليس. تاعت هداك مين هداك؟ ما بدنا نذكره. ميسي. نفس اللعبه نفس فانت هيك برايك ممكن يربحوا كاس العالم؟ والله لا مو ممكن يربحوا. هو عن جد يساعدوه يدفشوه شوي مشان يقدر يوصل. شفت واحد بيحكي على ميسي انه ميسي تالنت يعني هو تالنتد. Yes. معمول للكوره، مخلوق للكوره. اما رونالدو تعب كتير ليوصل لهي السكيل. هذا الفرق بينهم. صح تدرب كتير فعلا. ميسي عنده ادفانتج بالسرعه وبشغله انه قصير. رونالدو بنيته غير. فيعني بس بضل رونالدو احسن. عشان هيك عرفتوا كيف. مازن شكرا كثير لك على الحلقه اليوم. اشكرك نورت القعده. كلمه لك ماما بيلا. والله شكرا ماما بيلا صراحه. المطعم الرهيب، الاكل الرهيب. راح اجي المره الجاي بس مو مشان اصور، بدي اكل ببلاش واضلني كاويها. عرفتوا كيف؟ الامور طيبه. انا حبيت كلمه كاويها عند مازن. لو حلقات جايه لايك شير سبسكرايب. باي باي.